موجب واليمين موجب والأعلى موجب، اليسار والخلف والأسفل سالب. بعلم الكيمياء الموجب هو المعطي، دونيتور، صحيح، يعطي. السالب هو اللي بياخذ. طيب هلا أنا بدي أتخيل حالي عم طوف حول الكعبة المشرفة بعكس الاتجاه، أنا يميني عم يعطي الكعبة طاقة، وهذا من أنا. لذلك وقت بنطوف على الشمال، لا إله إلا الله، هذه توي أستوعبها الحين. أيوه، أنا أستمد طاقتي وقت بطوف على الشمال. الشمال هو مستقبل، صح، واليمين هو مرسل. فأنا بدي استقبل من الكعب من هذا المكان، ليس من الحجر، من هذا المكان طاقة هائلة جدا. هلا من هون بيجي الانضباع 3 أشواط، وفي له تفصيلات علمية كثير، بس بشكل عام 3 أشواط الأولى من الطواف حول الكعبة المشرفة هي عبارة عن إعادة معايرة لخلايا الجسم، بصير كأنها على التسلسل، سموه زائد ناقص زائد ناقص، تنضم الخلايا، لأنه إحنا بتعرف مشغولين خاصة كنا بتكنولوجيا الحين لما تقول اعمل ريستارت يعني تمام. بس أحسن بكثير. 3 أشواط الأولى بتصحح البدن، لأنه ما هي عم تاخذ وعم ترسل، عم تاخذ، عم تفرق، فزبط وضعنا. وهون بيجي الانضباع تبع الرجال. طبعا بعدين بالرابعه بدك تلبس. طيب ليش؟ لانه تخزين. 3 أشواط الاولى هي عباره عن تهيئه للجسم، اعاده توظيف وترتيب خلايا الجسم، زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص. الاربع الاشواط الاولى هي اختزان طاقه يستطيع الانسان بال7 أشواط لو عملهم صح طبعا يستطيع ان يختزن طاقه تؤدي 12 شهر. تبارك الله. 12 شهر بالقياس، انا بقيس لك اياها بالقياس. احنا عم نحكي عن الانسان السليم. نعم صحيح. قد 12 شهر. الدليل على ذلك هلا لو رحت على الكعبه المشرفه، رغم انه هلا في زحمه، الشوط اعتبارا من الشوط الرابع بصير حالك خفيف. ليش خفيف؟ انه انت قاعد انت كنت قاعد تشحن، كنت مشوش على اليمين وعلى اليسار والمرة والشغل والعمل ومدري شو الى اخره. تمام. هلا ركزنا، بعدين صرنا هلا بس عم نشحن. تمام. والشحن هذا عم بيؤدي مثل ما انه بيؤدي، يعني بيخليك حوالي 12 شهر اذا الله سبحانه وتعالى مكنك انك ما تصرف من هذه الطاقه الايمانيه الكبيره. يا رب لك الحمد. في امور كثيره طبعا، مثلا الحجر الاسود الشريف. الحجر الاسود الشريف هو عباره عن 8 حصيات صغيره الان. صحيح. نعم. في ملاحظ تم تحليله حسب الموسوعه البريطانيه، وهذا طبعا مصداق المنادمه والحديث اللي صار بين سيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. سيدنا عمر بن الخطاب عندما مسكه قال له: والله انك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك. قال: لا وبالحسن لا يا امير المؤمنين، بل ينفع. قال له: كيف؟ قال له: يسجل اسم واسم والدتك او اسم ابوك لكل زائر، لكل مرور. تبارك الله. هلا رح اقول لك شو التفسير العلمي لك. كيف يسجل؟ احنا عملنا له دراسه. الموسوعه البريطانيه الاسود الشريف مثل ما كنا عم نحكي عليه، حسب الموسوعه البريطانيه هو ليس من طبيعه الارض كلياتها، وجسم الانسان يتكلف من 7 عناصر. الحجر الاسود الشريف ليس منهم كلياته، اطلاقا. الدليل عم تعرف بس بيموت الانسان بعد فتره العظام تتحلل وكذا، فما بعد بيبين شيء، صحيح، لانه رجع للتراب اللي هن 7 اعضاء. قالوا انه يرسل اشعاع طويلته 700 متر. طيب يعني زاويه الكعبه المشرفه هذا الخط 700 متر طويلته، بسموه طويله الاشعاع. يستطيع ان يلتقط في الثانيه الواحده 10,000 اسم ان يسجلها. هذا عملوها كلها بتجربه الموسوعه البريطانيه. ايوه. يستطيع، عنده إشعاع، يستطيع من هذا الإشعاع أن يلتقط الأسماء. بس كيف بدنا نلتقط الأسماء؟ نرجع نقول في شيء اسمه الباركود. هلا العلم الحديث كله على الباركود. صحيح. نعم. أول ما كنا نعرفه. طيب هلا الحجر الأسود الشريف حتى يسجل اسمك صحيح ويكتب لك الشوط، في عندنا طريقتين. إما تلامس مباشرة بالإيدين أو التقبيل، هذا صار مباشرة، أو بسموه يعني عن بعد بس بده يكون قلبك الباركود هون، قلبك باتجاهه. يعني هلا اذا واحد ماشي الحجر الاسود شريف هون وعمل له هيك ما بنحسب هذا الشيء. عندنا ما بنحسب علميا، ما بنحسب. مشايخ ما بعرف شو فرق شلون، انا احترمها طبعا. بدك تنحرف شوي
عشان يكون مقابلك، عشان يقرا قراءة صحيح. هذا الشعاع هذا اللي قلنا عنه 700 متر على طول ال 700 متر بيقراهم بلحظة واحدة. 10,000 اسم بالثانية الواحدة يستطيع أن يخزن. ويوم القيامة يصبح له لسان عند الميزان. يا رب هذا طاف عندي 20 شوط، 80 شوط، 70 شوط. هذا حساب الله عز وجل. سبحانه. على فكرة الله عم يقربنا من هذه المفاهيم. الله عم يقربنا من هذه المفاهيم. يعني وقت بيقول لك الباري عز وجل وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. نعم. حياة الإنسان التعبدية خلينا نقول 80 سنة تكليف و10 سنين أساته شب. يعني هذا